اهلا، ازيكم؟ انا زينب. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملي لايك وفولو. الفيديو ده هوريكم فيه ازاي عملت سويت تشيري صوص، الصوص الاسيوي اللي هو بيكون حراق ومسكر في نفس الوقت، من ميه الفلفل الاحمر البلدي بتاعنا، لان دلوقتي الموسم بتاع الفلفل الاحمر، فوقت ان احنا نجيبه ونخزن هريسه وفي نفس الوقت نستغل الميه بتاعته ونعمل بينها صوص بدل ما نرميها. المهم ان احنا نجيب الفلفل الاحمر، بنحاول نخليه طازه على قد ما نقدر عشان يدينا احسن نتيجه. اول حاجه عملتها ان انا عملت الهريسه في الفيديو اللي فات، هحط لكم اللينك بتاعه تحت علشان لو ما شفتوهوش. وعاده انا بفضل ان انا اعمل هريسه بالطريقه المطبوخه، فاول حاجه بعملها ان انا بطحن الفلفل كويس قوي، بعدين باخده بعصره، ميته بتنزل بمنتهى السهوله علشان بكون حاطه فيه ملح. كميه الميه اللي عندي دي طلعت من 1.5 كيلو تقريبا بس من الفلفل. مش تتخيلوا احنا اصلا بنحب نحط عليها ملح وليمون وكمون وناكلها كده بنشربها جنب الاكل، يعني احنا بنحب الاكل يكون حراق فبتبقى لذيذه. بس المره دي كان عندي كميه كبيره فقلت استغلها في حاجات تانية مختلفه. هكتب كل المقادير والمكونات تحت في الكابشن، بس هي الموضوع سهل خالص. اساس الصوص بيكون من ميه الفلفل، او لو مفيش ميه فلفل بيكون فلفل مضروب مع ميه في الخلاط. كل كوبايه من الميه احط لها نص كوبايه من السكر وملح، وفي بقى شويه اضافات تانية اختياريه حسب الطعم اللي انتوا عايزينه. اكتر حاجه شائعه ان احنا نحط معاها توم، فص واحد بس، ما تكتروش، ان طعمه بيكون يعني كل ما بيقعد كل ما بيكون اقوى بعد كده. المره دي بقى عملت واحد جديد في حله تانية، حطيت لها صويا صوص. الصويا صوص ده اساس الطعم الامامي في المطبخ عامه، فبنحط معلقه واحده بس من الدارك صويا صوص على السويت تشيلي صوص اللي احنا بنعمله ده، هيديني طعم كده شبه طعم الكاتشب الحراق، بس هو مش كاتشب حراق، يعني حاجه في النص كده ما بين السويت تشيلي وما بين الكاتشب الحراق. طعمها بيكون مختلف، وطعم الامامي عامه بتحس ان انتوا عايزين تاكلوا منه كتير. لو جربتوه هيعجبكم قوي، لو دوقتوه لحد برضه هيبقى عايز يعرف هو معموله ازاي، لان طعمه هيكون مختلف جدا. بعد ما بسيب المكونات تغلي مع بعضها حوالي 5 أو 7 دقايق كده، اخر حاجه بحطها هو الخل. اي نوع خل عندكم، بتحطوش الخل في الاول عشان هو ما بيحبش يتغلي كتير. وبعدين بقى هتحكم في قوام الصوص بان انا اتقله بالنشا، يعني لو عايزينه اخف او اتقل براحتكم، اتحكموا في ده ان انتوا تحطوا نشا واحده واحده. برضو خدوا بالكم ان هو لما بيبرد بيتقل سنه زياده عن قوامه اللي احنا وصلنا له وهو لسه سخن. وحاجه مهمه في التعامل مع النشا عامه، ان احنا النشا منحطوش ونفضل نغلي كتير في الحاجه على النار، علشان النشا ما تفقدش عملها وتفقد الترابط اللي احنا عايزينه منها. فاحنا بنحط النشا خلاص، مجرد ما بنوصل للقوام اللي احنا عايزينه بنهدي النار او بنقفل النار خالص، وبنسيب الحاجه اللي احنا عملناها تهدى شويه قبل ما نبدا ان احنا نعبيها في البرطمانات او في الازايز. طبعا يفضل لو نحفظ الصوص بتاعنا في ازاز وتكون متعقمه كويس قوي علشان ما ياثرش من عمر الافتراضي للصوص اللي انا عاملاه. الصوص ده هحطه في التلاجة عشان فيه خل وسكر، عمره طويل، ان هي اصلا مواد حافظه، هيقعد معايا تقريبا لمده 6 شهور في درج التلاجة من غير ما يحصل له اي حاجه. صوص لذيذ بيليق قوي مع اي حاجه مقليه، لو انتوا ليكوا في الحاجات الحراقه، يعني هو ميكس كده حراق ومسكر، خاصه اللي بالصويا صوص ده بالنسبه لي اكتر واحد عجبني. وبس كده، باي باي.